السلام عليكم واهلا بكم في فيديو جديد. النهارده يا جماعه هنحلل اعلان انتوا اللي طلبتوه مننا وهو اعلان كوتونيل. الحقيقه اعلانات كوتونيل كل سنه بيبقى ليها لحظه فارقه كده يا جماعه في تاريخ في تاريخ الاعلانات يعني في مصر. فاحنا هنحلل اعلان كوتونيل 2017. فمن غير ما اطول عليكم يلا بينا. فاول جمله في الاعلان، اول جمله هنبدا نحللها وهي جمله القطن بيتكلم مصري ومروي بميه اجمل نيل. يعني الجمله دي في حد ذاتها فيها كميه كذب يعني كفيله ان هي توديك جهنم وترجعك مرتين. فاهم ازاي؟ كميه كذب فظيعه. مبدئيا القطن ما بيتكلمش يعني، واحنا عارفين ده وشركه كوتونيل عارفه واللي عمل الاعلان عارف ان القطن ما بيتكلمش، ولو بيتكلم مش هيتكلم مصري لان المصري بيتصدر، ودي سياسات مش هنتكلم فيها عشان احنا اصلا متراقبين. دي حاجه. مروي بميه اجمل نيل. بس مش هكمل يعني، انا مش هكمل بقى. انتوا بقى كل اللي جه في خيالك هو ده اللي انا عاوز اقوله. يعني هو كل الصور اللي جت في خيالك عن اجمل نيل هو ده اللي انا عاوز اتكلم فيه. فكده قشطه. اللي بعد. طب تمام. افتح اي دولاب في بلدنا هتلاقي بوكسر من كوتونيل. انا مش هحلل الموضوع ده، احنا هنتفرج عملي. افتح اي دولاب في بلدنا هتلاقي بوكسر من كوتونيل. ما شفتش البوكسر كوتونيل بتاعي؟ البوكسر؟ ها؟ هنحط؟ ايوه. بتوضى ولا ايه؟ مين اللي قال الدنيا دي وصية فيها عبيد مناكيد وفيها السين؟ بس يعني مفيش كلام يتقال بعد اللي شفناه. يعني هي دي الحقيقه، هي دي والله، هي دي الحقيقه يا جماعه، هي دي الحقيقه المره في 95% من البيوت المصريه. فما تناقشنيش يعني. خلاص. من المدرسه للجامعه لشغلي ليله الدخله العمر طويل. طب المدرسه والجامعه يعني ما ماشي يعني. هو اللي كاتب الغنيوه الجميله عاوز يقول لك ان هو في اطفال وفي للشباب وفي رجالي وفي حريمي، يعني في كوتونيل لكل الاسره يعني، ولكل الاعمار، بيلبس كل الاعمار. بس في نقطه بس واحده هو اللي عايز اتكلم فيها في الجملتين اللي فاتوا دول. ليله الدخله العمر طويل. طب في ليله الدخله انت محتاج كوتونيل ليه؟ انت اصلا في ليله الدخله صح ولا ايه؟ المهم اللي بعده. لنا هنا وقفه. في وقفه كده في كل اعلان يا جماعه لازم ان احنا نتكلم عليها كويس جدا. بيقول لك خطوه بخطوه في كل نجاحي راحتي بتبدا من كوتونيل. حاجه كده يعني، مش عارف قلتها صح ولا غلط، ما غلطناش في البخاري يعني. المهم ان النجاح بيبدا بكوتونيل. تحط 500 خط تحت خطوه بخطوه في كل نجاحي. ونصيحه لكل شاب وكل فتاه في الثانويه العامه وانت رايح الامتحان، البس كوتونيل. لو انت قاعد في البيت واتخرجت ومش لاقي شغل البس كوتونيل. النجاح بيبدا من الكوتونيل يا جماعه. بعد اذنكم ما تنسوش الموضوع ده، ارجوكم. عايز تامن مستقبل ولادك ما تحطلوش فلوس في البنك، ما تعلموش، ما تدخلوش مدارس اجنبي. عاوز تعمل مستقبل ولادك، عاوزهم ينجحوا، اشتري لهم بوكسرات بكل فلوسهم. افتح اي قميص في بلدنا هتلاقي فانلة من كوتونيل. برضو مش هحللها، هنروح نشوفها مع بعض على طول عشان احنا مش فاضيين للكميه دي من الهزل يا جماعه. يلا بينا. احمد ايه ده؟ طب افتح كده القميص ده. ليه يعني؟ داخليه، ملابس داخليه. طب هو ايدك. ايه ده؟ مش كوتونيل؟ لا. جرح تاني. يعني اقسم بالله العظيم 3 كذب. كل اللي قالوه ده كذب. يعني هو اصلا من سنين ايه ولسه لونه زي ما هو اسبوعين وبيتفتق من تحت وفي الاخر بيتحول لفرطه في المطبخ زي ما انتوا شفتوا والله العظيم. اللي بعده. ايوه. ايه لازمتها بقى دي؟ ايه لازمتها دي؟ يعني في الحته ايه لازمتها دي؟ ايه لازمتها اللي هي الحته دي كده وانت لابس الفانيلا الكوتونيل الجميله؟ ليه؟ ايه لازمتها دي؟ وبتعمل للواد كده ايه ليه يا جماعه؟ او بتحسس على القط
والقطن بيتكلم مصري برضه في الاخر يعني يا جماعه يا جماعه والله العظيم ثلاثه لو كل كدبه بيكذبوها مناخيرهم بتطول زي بونوكيو ولا اي حاجه يعني هنفهم، انما دول كل كدبه بيكذبوها جيوبهم بتكبر. فلوس فلوس فلوس، كتافي كلها فلوس. يا لهوي ايه ده؟ ايه العز ده؟ المهم يا جماعه كان هو ده اعلان قطنيل. لو عجبك الفيديو شيره مع اصحابك، وما تنساش ان احنا ما بنخافش، ويلا بينا يلا بينا، وما تنساش اللايك، ولو انت مش مشترك اول مره تتفرج علينا اعمل سبسكرايب، واشوفكم في فيديو تاني. واي حاجه نفسك ان احنا نحللها او احنا ما حللناهاش وانت عاوزنا ان احنا نحللها اكتبها تحت في الكومنتات، واشوفكم مره تانيه والسلام عليكم.